بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبائي طلاب وطالبات الصف الثاني الثانوي، وصلنا للأسبوع السابع ومع تقييمات الأسبوع السابع. بس الحقيقة إن الوزارة الأسبوع ده محضر لنا مفاجأة جميلة، إن ده مش تقييم ولكن امتحان اختبار استرشادي زي اللي هيجي لنا ان شاء الله في امتحان الشهر للشهر القادم، الاختبار الثاني. فده مهم جدا جدا لان ممكن ناخد منه في الامتحان الثاني، او لو ما خدناش منه يبقى لازم نمشي على نفس طريقته. مهم جدا 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 احبابي، ركزوا معايا في الحل، مش مجرد تنقلوا، عايزكم تفهموه وتذاكروه كويس جدا جدا. طيب تعالوا نبدأ كده. وأول سؤال معايا سؤال القراءة المتحررة. في القراءة المتحررة بيقول لي: تعد اللغة العربية واحدة من أقدم اللغات وأغناها. ليه بقى؟ لأنها لغة القرآن الكريم، لغة التراث الأدبي والعلمي للأمة الإسلامية، وبتتميز بثراء مفرداتها كتير جدا ودقة التراكيب بتاعتها، وده بيجعلها قادرة إنها تعبر عن أدق المعاني بأساليب بليغة ومتنوعة. لقد كانت اللغة العربية في عصور الازدهار الحضاري، كان الزمان يعني، هي لغة العلم والأدب. اتكتب بها معظم المؤلفات في الفلسفة والطب والرياضيات والعلوم المختلفة، والعلماء العرب والمسلمين هم اللي ساهموا في إسراء علوم النحو والصرف والبلاغة، وده كله ساعد على حفظ اللغة وانتشارها. طبعا رغم من التحديات اللي بتواجهها في العصر الحديث، زي ايه التحديات؟ للأسف انتشار اللغات الأجنبية، تأثير العولمة، لكن ما زالت اللغة العربية محافظة على مكانتها كلغة رسمية في العديد من الدول، لغة معترف بها عالميا. وما زال الاهتمام يتزايد باللغة العربية، ما زالت الجهود تبذل في مجال التعليم والترجمة والتكنولوجيا، كل ده بيساعد على التكيف مع متطلبات العصر الحديث. ايه السمة اللي بتتسم بيها اللغة العربية؟ لسه قايلين لو بصينا تتميز اللغة العربية بثراء مفرداتها ودقة تراكيبها، يبقى هناخد رقم ب، دقة تراكيبها وثراء مفرداتها. العلاقة اللي بين اللغة العربية وهوية الأمة. طيب تعال نبص في الاختيارات اللي مديها لي. قال لي اللغة العربية تستخدم في المجالات الدينية؟ طبعا لا، خطأ. طبعا ولا خطأ. اللغة العربية وسيلة تواصل؟ طبعا برضو لا. اللغة العربية تحفظ التراث والثقافة؟ طبعا، فتحافظ لي على هويتي لما تحفظ لي التراث بتاعي، يبقى هناخد رقم ج. طب ايه التحدي اللي بتواجهه اللغة العربية في المستقبل؟ قلة عدد اللي بيتكلموا بيها؟ لا طبعا، ده بيتكلم بيها كل الدول العربية في عدد كبير. ضعف استخدامها في المجالات العلمية والتكنولوجية؟ هو ده. لو بصينا هنا بيحاولوا يهتموا في المستقبل اكتر، وفي الفترة دي وفي المستقبل في استخدامها في التعليم وفي الترجمة والتكنولوجيا، فده التحدي اللي هو بيواجههم في هذا العصر. طيب، من قصة وإسلامه: كان قطز يعلم ما بين عز الدين أيبك وفارس الدين أقطاي من عداوة، لذلك ما قدرش يسأله عن بيبرس وصرف الحديث عنه. تجنب قطز إن يسأل مولاه عن بيبرس، هل لأنه خايف ولا خجل ولا حلم ولا ده فطنة وذكاء منه؟ أكيد طبعا ده فطنة وذكاء. طيب ندخل على اللي بعده بقى. ماذا يطلب الشاعر في البيت الرابع؟ نشوف بقى الأبيات. أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا، بيتكلم طبعا عن المحتل. أنتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤدد، السؤدد الشرف والسيادة، وليس بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى، فجرد حسامك سيفك يعني من غمده اللي هو الجراب، فليس له بعد أن يغمد. المفروض إن احنا نجاهد وما نغمدش السيف بتاعنا أبدا. إذا العاطفة المسيطرة عليه ألم وضيق ولا حزن ولا أمل ولا غضب وثورة؟ طبعا غضب وثورة ضد المستعمر. غرض الاستفهام في البيت الثاني: أنتركهم يغصبون العروبة؟ السؤال ده لو حبيت أجاوبه لا، لن نتركهم. طب السؤال طالما إجابته لا، يبقى غرضه النفي والاستبعاد. الصورة في يغصبون العروبة صور العروبة بفتاة تغتصب، حذف الفتاة الطرف الثاني فتبقى استعارة مكنية. البارودي:
ألا حي من أسماء رسم المنازل وإن هي لم ترجع بيانا لسائلي. فهنا بيقول لي إيه السمة من سمات الإحياء والبعث في هذا البيت؟ طبعا اللي هي السير على، طبعا مديني اختيارات، هل تجربة ذاتية ولا قضايا العصر؟ محاكاة القدماء في الوقوف على الأطلال، لأن طبعا هي رسم، معنى الرسم يعني الأطلال. طيب السؤال التالي بيقول لي أيها الطالب اجتهد، أنت أيها الطالب مجتهد. طيب هنا المحل الإعرابي للاثنين، أي في اللغة العربية ملهاش غير إعرابين، إما إنها منادى، أو لو كان قبلها ضمير ودخلناها في أسلوب اختصاص هتبقى مفعول به. ففي الأولى مفيش ضمير قبلها تبقى دي منادى، لكن الثانية أنت أهو ضمير مخاطب، بعد كده أيها الطالب مجتهد، ممكن أقول أنت مجتهد، يبقى ده أسلوب اختصاص، فالثانية هتبقى مفعول به. يبقى إذن الأولى منادى والثانية مفعول به، فهناخد رقم ج. ما أجملك يا لغتنا، لغة الضاد. مين المتعجب منه؟ وزن أفعل لو شبك فيه ضمير يبقى هو المتعجب منه، إذن المتعجب منه هو كاف الخطاب. ما أحسن أحمد، أسلوب تعجب. ما أحسن أحمد إلى جاره، بينفي هنا إن أحمد يكون أحسن إلى جاره، بيقول لي أعرف. طب نبدأ بالأولى، ما أحسن أحمد، ده تعجب، معروف إن المتعجب منه بيعرب مفعول به، لكن ده نفي. ما أحسن أحمد إلى جاره، أحمد لم يحسن، أحسن فعل ماضي وأحمد فاعل، يبقى الأولى مفعول والثانية فاعل، بناخد رقم د. أنتم أيها المصريين مقدرين ذو العلم، هنا أسلوب اختصاص، فالمفروض إنه اللي بعد أيها وأيتها ولما يكون جامد يعرب نعت أو بدل، بس في الحالتين مرفوع، فالمفروض تبقى أيها، أول حاجة دي تبقى المصريون. طيب أنتم مفروض تبقى مقدرون لأنها خبر فتبقى مرفوعة. طيب ذو دي هتبقى إما إنها تبقى معمول لمقدرين فتتكتب ذا، أو تبقى مضاف إليه فهتتكتب زي لو كانت مقدرين غير عاملة، فأنا مش هلاقي ذا يبقى دي غير عاملة. طب معنى غير عاملة يعني دي هتبقى مضاف إليه. طب وجمع المذكر دايما تحذف النون للإضافة، يبقى هدور على اللي محذوف فيه النون، يبقى أنا هستبعد أهو النون مكتوبة يبقى دي خطأ، النون مكتوبة يبقى هنا خطأ، النون مكتوبة يبقى هنا برضو خطأ، وهلاقي هنا طبعا المصريون اهي مرفوعة، مقدروا ذي العلم يبقى هناخد رقم ألف. وكده أحبابي نكون انتهينا من التقييمات الثلاثة، ويتبقى فقط معنا الأداء الصفي والأداء المنزلي. ما ننساش اللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك علشان توصلكم كل التقييمات، وده طبعا زي ما قلت ده مش مجرد تقييم، ده امتحان هنحتاجه ان شاء الله في امتحان الشهر، معلومات مهمة جدا جدا يجيب منها في امتحان الشهر. خلي بالكم مش الشهر بس، ده كمان ده نازل في موقع الوزارة، يعني ممكن يجيب منه ان شاء الله في امتحان اخر السنة. عايزين نشير الفيديو ده ويوصل لكل مصر عشان الكل يستفيد. وما زلنا مع الاسبوع السابع، وكنا قدمنا لكم التقييمات الثلاثة، وتبقى معنا الاداء الصفي والاداء المنزلي. تعالوا نشوف الاداء الصفي. يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي وعتادي. بيتكلم الحليلة دي اللي هي مين؟ زوجته. الدهر فجعه يعني ماتت. إن كنت لم ترحم ضنايا لم ترحم تعبي لبعدها، أفلا رحمت من الأسى أولادي. طب يا ريت يا زمن على الأقل ترحم أولادي. إذا معنى ضنايا تعبي، مرضي وتعبي، تعبي ومرضي. استخرج من البيت الأول محسنا لفظيا. يا دهر فيما فجعتني بحليلة كانت خلاصة عدتي عتادي، شبه بعض في الحروف، يبقى جناس ناقص، يبقى عدتي وعتادي جناس ناقص. من البيت الثاني اسلوب انشائي. ان كنت لم ترحم ضنايا لبعدها،
أفلا رحمت من الأسى أولادي؟ أهو أفلا رحمت من الأسى أولادي. واحد يجي يقول لي يا مستر دي استفهام منفي فهنقول تقرير على طول. طبعا لا، هو هنا بيكلم مين؟ بيكلم الزمن، والزمن ده غير عاقل، فهل أقدر أطلب من غير عاقل؟ طبعا لا، فده أمنية هو بيتمناها إن هو الزمن يرحم أولاده. يبقى نوعه الأول طبعا استفهام. طب غرضه إيه؟ التمني. حدد اسم الفعل واذكر دلالته. آه ممن يعيثون في الأرض فسادا. طبعا عندي آه. طب إيه دلالته؟ اسم فعل مضارع بمعنى أتوجع أو أتألم. شتان ما بين الحق والباطل، فعندي طبعا شتان اسم فعل ماضي. اسم فعل ماضي. طب بمعنى ايه؟ بمعنى افترقا. من قصة يا إسلامة بيقول لي شق على بيبرس أن يغلب في هذه المعركة، وقال كان قد منى نفسه بالتقدم إلى مصر. بيقول لي العبارة فيها شعورين وكل شعور ليه دليل. شق على بيبرس أن يغلب في هذه المعركة، يبقى الأول التحسر. طب الدليل؟ شق عليه أن يغلب في هذه المعركة، ده الدليل عليه. طب الثاني منى نفسه، يبقى الشعور الثاني الأمل. طب ايه الدليل؟ قد منى نفسه بالتقدم إلى مصر. بالتقدم إلى مصر. كده يا أحبابي نكون انتهينا من الأداء الصفي. تعالوا بنا ننتقل للأداء المنزلي. والآن أحبابي مع الأداء المنزلي. في الأداء المنزلي مديني قراءة متحررة. تعد اللغة من أهم مكونات الهوية الثقافية لأي أمة. يبقى في علاقة بين اللغة وبين الهوية الثقافية للأمة. طب إيه العلاقة دي؟ إنها ليست مجرد وسيلة للتواصل. اللغة مش وسيلة نتواصل بها بس، ولكن هي اللي بتحفظ التراث والقيم والمعتقدات. هي اللي بتميز كل مجتمع عن غيره. اللغة هي اللي بتشكل جزء أساسي من الوجدان الجمعي. هي اللي بتعكس تاريخ الشعوب وحضارتها. وعشان نحافظ على اللغة العربية ده معناه إن احنا بنحافظ على هويتنا، ولذلك تسعى المجتمعات إلى حمايتها من التأثيرات الخارجية اللي ممكن تضعف اللغة أو تشوهها. طب ومع التطور التكنولوجي والعولمة باتت كثير من اللغات مهددة. إذا اللغات مهددة بسبب التطور التكنولوجي والعولمة، مهددة بالاندثار، مما يوجب على الشعوب إنها تعزز استخدام لغتها. طب تعززها إزاي؟ إنها تستخدمها في مختلف المجالات، سواء كان في التعليم أو الإعلام أو الحياة اليومية. إذا معنى كلمة يحتم معناها يوجب. يوجب أو يلزم. مضاد الاندثار طبعا البقاء. ايه اللي بيهدد اللغات في العصر الحديث؟ لسه قايلين طبعا التطور التكنولوجي والعولمة. التطور التكنولوجي والعولمة. في رأيك كيف يمكن تعزيز اللغة الأم في ظل العولمة؟ بأن احنا نعزز استخدامها في مختلف المجالات، سواء التعليم أو الإعلام أو الحياة اليومية. يبقى أن نعزز استخدامها في مختلف مجالات الحياة، سواء التعليم أو الإعلام أو الحياة اليومية، أو الإعلام أو الحياة اليومية. استنتج من الفقرة العلاقة بين اللغة والهوية. تعد اللغة من أهم مكونات الهوية الثقافية. ليست مجرد وسيلة. طب أمال هي إيه؟ وعاء يحفظ التراث والقيم والمعتقدات التي تميز كل مجتمع عن غيره. يبقى
اللغة هي الوعاء الذي يحفظ التراث والقيم والمعتقدات التي تميز كل مجتمع عن غيره، التي تميز كل مجتمع عن غيره. ولو حبيت أكمل طبعا إن اللغة جزء أساسي من الوجدان الجمعي وتعكس تاريخ الشعوب وحضارتها. ننتقل للنص النثري مع أحمد شوقي. لقد حمل العرب الإسلام إلى العالم، ومع الإسلام حملوا لغة القرآن اللغة العربية، واستعربت الشعوب شمال أفريقيا. شعوب شمال أفريقيا مثلا زي مصر ما كانتش دولة عربية، مصر كانت بتتكلم اللغة القبطية القديمة. لما جه عمرو بن العاص 21 هجرية ابتدت تتكلم اللغة العربية، فإذا هي دولة مستعربة بالإسلام، فتركت لغتها الأولى وآثرت يعني فضلت لغة القرآن. إذا إيه اللي خلاهم يستعربوا؟ إن حبهم للإسلام هو الذي عربهم، يبقى حبهم للإسلام، هجروا دين إلى دين وتركوا لغة إلى أخرى. طيب، مفرد غبر، معنى غبر يعني مضى. على فكرة الكلمات دي فيها أخطاء لأنها ما وردتش معانا في العبارة، بس برضه هنقول معناها. غبر معناها مضى. مفرد خصائص، خصيصة. طيب، ما الذي حول شعوب شمال أفريقيا إلى اللغة العربية؟ لسه قايلين حبهم للإسلام هو الذي عربهم. طب إيه أثر الإسلام في نشر اللغة العربية؟ حمل العرب الإسلام إلى العالم وحملوا معه لغة القرآن. حمل العرب الإسلام إلى العالم وحملوا معه لغة القرآن اللي هي طبعا اللغة العربية، لغة القرآن العربية. وبعدها طبعا استعربت الشعوب وفضلت اللغة العربية. كده يا احبابي نكون انتهينا من الأسبوع السابع، انتهينا من الأداء الصفي والأداء المنزلي. وفقكم الله.